في جزئيه الامبيدد والسوفت وير والقصص دي كلها. في حد سأل سؤال، وده يعني برضو انا صراحه مهتم جدا اعرف اجابته. هل في حاجه يعني بشكل سبيسيفايد كده ليها علاقه بالبرمجه مع الديزاين؟ هل مثلا اقدر اقول ان في حاجه لو عملتها في البرمجه تساعدني كديزاينر؟ في حاجه كده اصلا ولا مفيش؟ آه، انت تقصد يعني لو انا عارف برمجة هتفيدني ازاي اه كديزاينر؟ في حاجة بعينها، يعني مثلا في سؤال: انا ايه اللي ممكن اذاكر واحد مثلا بيحب الديزاين وبيحب البرمجة؟ فايه الحاجة هو شايف مثلا بيسأل ايه الحاجة اللي اقدر يعني اشتغل فيها او اذاكرها في البرمجة تساعد شغلي كديزاينر؟ هل في حاجة كده اصلا ولا مفيش؟ طيب خليني اقول لك. يعني هو اولا الديزاين هو او الميكانيكال ديزاين انجينير عموما هو مم. بيمر ببروسيس. حلو. مم. في خلال شغله يعني بيمر ببروسيس فيها حاجات كتير قوي. من ضمن مم. البروسيس دي انه يبدا يستخدم التول اللي ينفذ بيها الفكره اللي هو توصل اليها في البروسيس الطويله اللي قبلها. حلو. تمام. التول دي اللي هي 3 دي موديلنج، اللي بتعمل 3 دي موديلنج ايا كانت اه. التول دي ايه. او ليتس سي مثلا انها سوليد وركس او مم. كاتيه أو ايا كان من من برامج الديزاين يعني. مم. حلو. تمام. فبرامج الديزاين دلوقتي كلها او من زمان يعني برامج الديزاين بيبقى فيها موديولز كده ليها علاقه بالبرمجه. مم. فالموديولز دي بتبقى إيه لازمتها؟ انها دلوقتي انا عايز اخلي الديزاين بتاعي اوتوميتد. مم. بمعنى ان انا دلوقتي مثلا عملت زي مثلا سلندر. ماشي، ابسط حاجه اسطوانه. فالاسطوانه دي انا كل شويه هحتاج منها بدايمنشنز مختلفه. فمش كل شويه بقى انا عايز اخش وديزاين واعمل واعيد وازيد والكلام ده كله. مم. لا، انت ممكن خالص بكود ممكن تعمله غالبا بيبقى بايثون يعني لان هي اللغه الدارجه في الحاجات دي كلها. مم. وتقدر على طول تجنريت البارت بتاعك بكود وتقدر بقى تجنريت كل الفاريانتس بتاعته. طبعا بقى مم. قيس على ده بقى حاجات ادفانس كتير جدا. مم. يعني احنا حاجات كتيره ساعات كتيره حاجات مثلا بتقع قدامنا بنبقى عايزين نخليها اوتوميتد فنيجي ندور على الموضوع ده نلاقي ليه علاقه في الاخر بالبروجرامينج والبايثون والحاجات زي كده. مم. وبالاضافه بقى ان ساعات كمان في ناس بتبقى عايزه تربط التول اللي بالديزاين دي ببرامج زي ماتلاب. مم. حلو. بيبقى عايز مثلا اذا عنده ايكويشنز بتطلع حاجات بارامترز معينه بتمباكت معاه في الديزاين فعاوز يربط ده بده. فطبعا انت حاجة لو فاهم كمان أحب أضيفها، يعني دي أنا شفتها بشكل شخصي. مثلا الكاينماتكس بتاعت لو في روبوتك أرم أو كده، ايوه الميكانيزم الحركة بالظبط. بتاعته ده بيتم بالطريقة دي برضه. بالظبط. بيتم. بالظبط. والمكنه اللي انا بتكلم جزء كمان من امبيدد انجينيرنج يعني جزء كمان من شغل امبيدد فيه يعني بيحتاج ان هو الريزلتس اللي بتبقى طالعه من الماتلاب او ايا كان كده حد يعرضها له على برامج الكاد. يعني في شويه شباب في كامبيدد انجينيرز يعني بيحتاجوا حاجه ان هو مثلا يبقى عنده ريزلتس في الماتلاب. مم. والريزلتس دي بيبقى عايز ياخدها من ماتلاب ويعمل بيها مثلا يدخلها في البرنامج ال 3 دي موديلنج ويطلع بيها انيميشن. مم. فهو ساعتها حول الريزلتس بتاعته اللي طالعه دي لحاجه بقى فيجوال يقدر يشوفها. لان برضه في مشكله جامده قوي عند الشباب بتوع السوفت وير. هو بيعمل مم. كود حلو والكود ده بيطلع له تمام. ريزلتس لكن هو مش متخيل الريزلتس بتاعته دي عامله مم. ازاي. قيس ده مم. على اي حاجه. لا يعني افترض مثلا دلوقتي اي حاجه انت بتعملها وعماله تطلع لك نتائج. يعني انا اه. مثلا يعني كانت في مشروع التخرج بتاعي كنا بنعمل من ضمن الحاجات اللي كانت فيه يعني ان احنا كنا بنعمل روتور بتاع اكسيال فان او اه. يعني كان بروبالشن سيستم بتاع طياره كده مم. فكنا بنعمل الروتور بتاعه. حلو. تمام. فلما كنا بنيجي نعمل الروتور بتاعه لما كنا بنجنريت الانجل بتاعت البروبيلر ده بالماتلاب مثلا. حلو. مم. فانا لما تطلع لي الانجلز دي انا عايز افيجواليز الانجل دي. عايز اشوفها عامله ازاي شكل البليد عامل ازاي. مم. بس بما اننا احنا ميكانيكال انجينيرز فاحنا هنعرف نعمل الكلام ده على الكاد اه. فكنا نعرف ناخد النتائج دي من الريزلتس ونكتب بيها حاجه. لكن تمام. كشباب سوفت وير هو مش هيعرف يطلع الحاجه دي. هو طالع له ارقام بس حلو قوي الارقام في دي بقى النقطة دي ايه في فعلا يا الدنيا. باشمهندس. حلو قوي النقطة دي فعلا.
انا فعلا كنت سالت حتى نفس السؤال ده بتاع البروجرامينج. فعلا من النقط المهمه جدا اللي فعلا دورت عليها بالنسبه للطلاب مثلا بتوع حاسبات ميكاترونكس المهتم حتى بحاجه تانية. الميكانيكال ديزاين ممكن يساعدك كتول ان انت فعلا جزئيه الفيجوالايز دي تقدر تشوف شغلك عامل ازاي، يعني تقدر تشوف نتيجه بالظبط. الكود بتاعك، نتيجه الحاجات دي كلها. انا من الحاجات مثلا اللي خلتني احب المجال الميكانيكال ديزاين اني بشوف نتيجه شغلي بشكل فيزيكال قدامي، او بشكل مثلا على السوفت وير او على البرنامج نفسه يعني. فدي حاجه كانت بالظبط فعلا بالظبط بحبها جدا. فطبعا بتبدا امم. بتفيجواليز. لا، والاعظم بقى من الكلام ده كله بقى، في امم. دلوقتي مسمى ظهر جديد اسمه ديجيتال توين. حلو. اسمه ايه تاني معلش؟ هتلاقي ديجيتال توين. ديجيتال ديجيتال توين توين. تمام. ده حاجه في السيميوليشن. حلو. تمام. يعني انا دلوقتي نقلتك بقى من ان انا بعمل 3 دي موديلنج لان انا دلوقتي عايز اعمل سيميوليشن امم. على بقى برامج زي انسys وحاجات زي كده. فلو هنفترض ان احنا هنتكلم على برنامج زي انسys، فانسys في موديول اسمه انسys توين بيلدر. حلو. فالمهم تمام. يعني عشان ما ادخلكش في تفاصيل كتير، هو التول دي في الاخر بتعمل ايه؟ ايه لازمتها؟ في الشباب بتوع السوفت وير او امبيدد انجينيرز عموما، بيبقى عندهم السيستم بتاعه. السيستم بتاعه ده بس كله ايكويشنز على الماتلاب، او كلها موديل امم. على الماتلاب او سيميولينك او ايا يكن اللي بيشتغلوا عليه، هو موديل امم. عنده على كمبيوتر. فهو الموديل اللي عنده ده بيطلع له ريزلتس. امم. فهو في الاخر بيبقى جنب الموديل ده ممكن يبقى عنده مثلا اكشوال، البرودكت اكشوال قدامه يقدر يتسته بنفس التستات اللي بيطلعها في الموديل. حلو. امم. بس في نقطة واقعة. امم. ايه النقطة الواقعة؟ هو تمام. عاوز يربط الموديل بتاعه بتاع الكمبيوتر بالموديل الحقيقي اللي قدامه ده. طب اه. يربطه هيستفاد ايه لما يربطه؟ هيستفاد ان هو يقدر يعدل في البارامتر اللي على الكمبيوتر، ولما اه. يعدل فيها يشوف النتيجة بتاعتها عاملة ازاي، ويبدأ بقى يستعرض النتيجة دي على الموديل على البرودكت اللي قدامه الفيزيكال، ويشوف النتائج بتاعته دي بدأت تتحقق، فيبدأ ساعتها من خلال الحركة دي يبدأ يمبروف البرودكت بتاعه ده في البرفورمانس بتاعه، نتيجة ان هو عمل شوية فاريشن في معادلات على السيميولينك مثلا. حلو قوي النقطه دي، حلو قوي التول دي يا باشمهندس فعلا. ف... فبيعملوا ايه بقى؟ بيبدأ بقى ساعتها الشباب بتوع الميكانيكال ديزاين، ليتس سي مثلا ان احنا ناخد فور اكزامبل للموضوع ده، آه خلينا مثلا ناخد بويلر. حلو. امم. فعندنا مثلا بويلر دلوقتي، عندنا حاجه فيها يعني حله فيها ميه بتغلي. فالحله اللي فيها ميه بتغلي دي دلوقتي، هو الشباب عاملين لها موديل على السيميولينك وكده، ويفضلوا بقى يعدلوا في شويه بارامتر هيت او ايا كان بقى سيكنس او ايا يكن امم. اللي عدلوا فيه ده يعني، ويبدا يشوف البرفورمانس بتاعها هتأدي ازاي. طب مين بقى اللي هياخد النتائج دي اللي من السيميولينك دي، ويخليها لي فيجوالايزد بقى على برامج الاناليسز؟ واقدر اقول برضه يا باشمهندس ان الميكانيكال يعني انجينير او بقى. وح- وحضرتك برضه تقول لي على النقطه دي، هل اقدر اقول ان هو الميكانيكال انجينير في الجزئيه دي هو اللي بيعمل فاليديشن في الجزئيه دي، هو اللي بيقدر اقول فعلا ان يقدر يبقى نقطه وصل ما بين الكود والديزاين؟ هل ده اقدر اقول كده ان هو اللي بيعمل نقطه هو الفاليديشن دي؟ خلي هو خلي بالك، الفاليديشن اللي بيحصل اللي انا بكلمك فيه ده هو فاليديشن منقسم على افراد كتير. هو مش على الميكانيكال ديزاين بس، او مش على السيميوليشن انجينير بس. امم. لا، هو على السيميوليشن انجينير والفاليديشن انجينير اللي هو الخاص بالسوفت وير وكده. بس امم. هو شغال معاهم في جروب. هو عضو من جروب. تمام. فهو دوره ضروري. ليه؟ لان دوره هو اللي بيعمل السيميوليشن، هو اللي بيموديل اصلا السيميوليشن ده على برامج السيميوليشن. يعني خلي امم. بالك التول اللي انا بقول لك عليها اللي هي توين بيلدر دي، هي امم. عشان تشتغل انت لازم تعمل الموديل اصلا تبنيه على انسys اكنك بتسيميوليت اي حاجه. تمام. فمين اللي هيبني الموديل ده على السيميوليشن؟ ما حدش طبعا من السوفت وير تيم هيعرف يعمل الكلام ده. اه. فانت بقى تبقى دي دورك ان انت عملت السيميوليشن على الكلام ده. هما بقى ساعتها الناس بتوع الامبيدد يقدروا ساعتها يربطوا السيميولينك اللي هم عاملينه الموديل بتاع السيميولينك باللي انت عملته بتاع انسys، ويتربط بقى ساعتها بالاكشوال موديل، وتبدا بقى تاخد فيدباك لوب منه، تشوف بقى الحاجه عامله ازاي وتبدا تحسنها. امم. نقطه قوي، فدي حلوه قوي طبعا التول دي فعلا. دي حاجه لسه اصلا ترند يعني في الصناعه كده، وعامله طفره كبيره قوي بقى مع شركات كتيره يعني يعني. حاليا ده فعلا في ناس شغاله كده حاليا بتعمل ده في الشغل اه، حاليا هي بتعمل لسه الشغل ده.
دي لسه حاجه جديده لعلمك، لسه حاجه جديده، وفيها بقى فيها طبعا تراكات بقى عظيمه جدا يعني. يعني يعني انا حاجه كنت قريت اتفضل يا باشمهندس. قريت ان الحته دي كمان بيستخدموها سيمنز، بيستخدموها في الويند ترباينز بتاعتهم، يقدروا ساعتها يوبتمايزوا الويند ترباين، ويقدروا امم يتوقعوا الفيلير في الويند ترباين هيحصل امتى، ويقدروا يتوقعوا بالمينتننس اللي يعملوها بعد قد ايه، ويتوقعوا الافشنسيز بتاعتها والحاجات دي. لا طبعا الموضوع رايح في حته يعني اكيد، وبالذات كمان عظيمه الصراحه. ودي وحاجه كمان يعني مثلا معلش لو طالب بيسمع ده دلوقتي، تخيل حاجه دلوقتي لسه بتطلع ترند وانت طالب في الجامعه، وتبدا تهتم بقصه شبه دي، وتحاول من دلوقتي تشوف ايه الترند او ايه فعلا اللي حاجه تبدا تقرا عنها حاجات فعلا انت عارف انها بدات تظهر ترند. يعني انت مثلا معلش طالب خلاص يتخرج السنه الجايه مثلا، وعارف ان دي حاجه بدات تظهر ترند، تبدا تقرا عنها، تبدا تبحث، تبدا تبقى انت فعلا اب تو ديت للحاجات اللي بتحصل في الجوب ماركت، الحاجات دي كلها. فدي نقطة كويسة يا باشمهندس فعلا ان الواحد يسمعها من دلوقتي. بالظبط، بالظبط. اه. وطبعا لو بنتكلم بقى على 3 دي موديلنج بس كخطوه اولى، فطبعا برضو انت انفولفد في الموضوع ده، لان انت الموديل اللي هتعمله على انسys ده انت محتاج حد 3 دي موديل ليه الموديل ده، لو امم الموديل ده مش جاهز. فلا يعني ليه دور، وليه دور كبير كمان، لا يستهان بيه يعني. امم حلو قوي بغير النقطة دي بقى يا النقطه باشمهندس. بغير بقى النقط يعني من الاخر ملخص الكلام اللي احنا قلناه، لا البرمجه دلوقتي عموما داخله في كل حاجه امم اساسا. فالبرمجه ممكن تخليك تعمل حاجات بال 3 دي موديل تول بتاعتك مع حاجات رهيبه، رهيبه. امم انا شخصيا لما بشوف حد يستخدم البرمجه في التول بتاعت ال 3 دي موديل، انا بنبهر، لانه بشوف بيطلع حاجات ممكن انت تقعد تهري في، يعني تقعد تشتغل فيها وقت كتير جدا، امم وهو بكود خد منه شويه وقت، وعشان هو بس فاهم كودينج عارف اه. يخلي حاجه دي اوتوميتد ويخلصها على طول. امم فلا البرمجه واكيد الصراحه كمان ما جميله. بيبقاش كل مرة بيعمل نفس كود طويل، لا هو بيبقى شوية موديفيكيشن في الكود او شوية تعديلات، خلاص هو خلاص فهم اه، القصة فيها ايه. بالظبط. هو الكود بس صعوبته في، او مش صعوبته يعني، الوقت اللي بياخده في بدايته الانيشيشن بتاعه، بس وانس ان انت وصلت له خلاص. ف دي حقيقة. وطبعا بقى خليني بقى اقول لك ان الطفره اللي احنا عايشين فيها حاليا بتاعت الاي اي، يعني دي كمان تخلي الموضوع بتاع الكودينج ده حاجه ضروريه، لان كمان بقى الاي اي دلوقتي بقى في منه بقى بيعمل ديزاينز هو كمان. اه في مجال لو انت تحفة بقى لسه قاري عنه اسمه جنريتيف ديزاين، ان جنريتيف هو ديزاين بالظبط. اه ده حاجه تحفه قوي، حاجه ان هو شفت حتى يعني بيتكلم في المستقبل ان الحوار يبقى شغال ازاي. انا بديله بس شويه السبيسيفيكيشن بتاعتي بتاعت الديزاين، وشويه الكونسترينز والليميتيشن وكذا وكذا، خلي بالك من كذا، في مم. النهايه يديني قدامك اوبشن واحد واثنين وثلاثه واربعه، ده الكوست بتاعه كذا، ده الكوست بتاعه كذا، بالظبط، السترينث كذا، كميه اوبشنز لا حصر لها. فده مجال مثلا جديد له علاقه بالاي اي، بالظبط، بالظبط. فيعني طبعا حاجه. طبعا عشان الواحد يشتغل في حاجه ريليتد بالاي اي هو لازم يبقى فاهم شويه حاجات اكيد بقى ريليتد اكيد بالبروجرامينج وحاجات زي كده. اكيد. فطبعا يعني ده في الاخر ياخدنا في حته ان لا، البرمجه جزء لا يتجزأ من الديزاين ده. بعكس ده بغير بقى ان البرمجه ضروريه جدا جدا في مجال مم. السيميوليشن. امم اه يعني دي حقيقة، مجال لو في انسز حد طبعا، بالماتلاب كمان. اه وفي تولز تانية كمان غير انسys بتحتاج بايثون، وبتحتاج بايثون بقى بطريقة رهيبة يعني. دي حقيقة دي حقيقة. فلا يعني الناس اللي هتشتغل سي اف دي او اي حاجة ريليتد بالحتت دي، هتلاقي هنسأل. اصلا اه بيستخدموا احنا هو البرمجة، في كذا سؤال. بيستخدموا برمجة استخدام اه دي حقيقة. استخدام شبه يومي يعني، ده الطبيعي بتاعهم يعني. ده حقيقة.